هاي، أنا ربا من صفحة I cook for my family، واليوم رح نعمل سوا وصفة البروكلي مع جبنة التشيدر. ولهالوصفة احنا بحاجة ما يعادل 2 كوب من زهرة البروكلي، جزرتين، بصلة متوسطة الحجم، سنين توم، معلقتين كبار زبدة، كوب ونص جبنة شيدر، معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، تلتين كوب حليب، تلت كوب كريمة، كبايتين مرق دجاج، معلقتين صغار خردل، ربع معلقة صغيرة بابريكا، 3 معالق كبار طحين. أول شي رح بلش حضر الخضرة. بقطع البصل الأصفر لقطعة صغيرة، باخد الجزر وبقشره وبقطعه لدوائر متوسطة الحجم. باخد البروكلي وبقطع الجزء الأخضر اللي فيه وببلش شيل منه الزهرات بالطريقة اللي انتو شايفينها. بطنجرة على النار بحط الزبدة وبضيف فوق البصل، اتركهم يتقلوا على نار هادية مع التقليب ليصيروا شفافين. بضيف عليهم الطحين وبقلبهم لوزع الطحين عليهم وما ضل شوف طحين ابيض بالطنجرة. بتركهم يتقلوا شوي وبزيد عليهم مرق الدجاج مع التحريك المستمر حتى ما يصير عندي تكتلات من الطحين. بضيف الجزر والبروكلي وبحط لهم مي وملح وفلفل اسود وبابريكا والثوم، وبقلبهم لأخلط المكونات مع بعض. بغطيهم وبحطهم على نار متوسطة لمدة 25 دقيقة، ولما يخلص الوقت بجيب خلاط يدوي كهربائي وبطحنهم لحديد ما يصيروا متجانسين ما نعود نشوف فيهم تكتلات. بضيف عليهم الكريمة والحليب وخردل الديجون وجبنة التشيدر وبحركهم. وقبل ما سكر النار تحتهم شي 3 دقايق بزيد فوقهم شوي من زهرات البروكلي اللي بكون مقطعتهم كتير صغير. وهلأ شوربة البروكلي صارت جاهزة للتقديم. بزينها بجبنة التشيدر وألف صحة وهنا.